السلام عليكم. أسطورة المنتخب البرازيلي رونالدينيو يفاجئ المنتخب المغربي بعد هذا الاستقبال الأسطوري وما حققه في كأس العالم، ويهاجم الفيفا بسبب المنتخب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كرم جلالة الملك محمد السادس المنتخب المغربي بعد حصولها على المركز الرابع في كأس العالم، فقد دخل أسطورة المنتخب البرازيلي رونالدينيو وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطري وقال: لقد تعاطفت مع المنتخب المغربي بسبب ما فعله في كأس العالم. أنا لا أصدق نفسي أن هذا المنتخب أتى من قارة إفريقيا وقاهرة كبار أوروبا مثل المنتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي والإسباني. وبكل صراحة أنا من المعجبين بالمنتخب المغربي، وكنت أتمنى أن يفوزوا بكأس العالم لولا المؤامرة التي فعلها الحكم المكسيكي سيزار راموس ضد المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. لكان من الممكن أن يصبح هذا الحلم حقيقة بتتويج المنتخب المغربي بكأس العالم. فالمنتخب المغربي يمتلك لاعبين كبار، وأعجبني جدا عدة لاعبين في المنتخب المغربي، منهم سفيان أمرابط الذي أراه أفضل لاعب ببطولة كأس العالم، وأعجبني أيضا اللاعب أناحي وزياش والنصيري. وأصبح الآن المنتخب المغربي من المنتخبات الكبرى في العالم، وأعتقد أن الدور آت على كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوت ديفوار. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك لهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.